بنت بلادي وعزيزه عليا، ولكن كنت في يعني كنعاتبها علاش، لانها مجموعه ديال البرامج اللي هما ايتي بالعربي او غيرهم كانت كتكلم عليا بواحد الطريقه كتوصل الصوره ديال دنيا باطمه بطريقه غلط. يعني في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الإعلامية مريم سعيد والمسيرة المهنية ديالها، وكيفاش كانت في الإطلالات وكيفاش كانت في واحد الصعود اللي شاسع، وحاليا اشنو واقع لها في المسيرة ديالها وحتى في الزواج ديالها وشكون اللي دمرها. اليوم غادي نهضروا على هاد الإعلامية اللي ظلمات بصح من عند هاد الملف ديال حمزة مون بيبي أو هاد الحساب ديال حمزة مون بيبي اللي كل شيء خدا الجزاء ديالو. مازال هاد السيمو بالبشير بالضبط اللي هو اللي كان وراء التدمير ديالها، والخلافات اللي كانت ما بينها وما بين دنيا باطمة. مريم سعيد هي بدات المسيرة المهنية ديالها في عام 2003، وكان العمر ديالها بالضبط 17 عام، وكانت خدمات او لا كانت قدمات واحد البرنامج القناة الثانية، وكان الاسم ديالو صحتي كل يوم. ومن بعدها مشات لواحد البرنامج ايضا فني، وكانت تهي في واحد الاطلالة رائعة سميتو انغام الاطلس والخالدات. ومن بعد 4 سنين مريم سعيد جاتها واحد الدعوة من عند دوزام باش تقدم برنامج ستوديو دوزام، وفعلا مشات وخدمات في هذاك البرنامج. من بعدها مشات خدمات واخا بقى كانت صغيرة، انه الصيت ديالها اش غادي نقول لكم ذاع عبر الحدود وخارج المغرب لتمثل بلدها في شبكات راديو وتلفزيون العرب من خلال واحد البرنامج طربي بعنوان زين الطرب، قدمته على قناة الطرب وسميتو ERT. بعدها وصلت المسيرة ديالها وهي على مقاعد الدراسة، تخرجت من المعهد العالي للصحافة والإعلام. ومن بعدها مشات انتقلت إلى مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وهنا فين غتكون عندها واحد الإطلالة وواحد تقدم اللي كبير كبير، ومنها عيبداو عندها المشاكل ديال حمزة مون بيبي. تقدمات ساد مريم سعيد بطلب التحاق إلى مركز تلفزيون الشرق الأوسط عام 2010 باش تنضم إلى قسم الأخبار في نقلة نوعية وتجربة جديدة، على أمل أن تحظى بفرصة أكبر في مجالها الذي تألقت فيه. فكان الإصرار ديالها على التطوير الذات وبأنها تكون كتجتهد، وبصح داكشي اللي حصداتو لقاتو. ومن بعدها ولات مذيعة في MBC، وكان عندها واحد القبول وانتشار في العالم العربي. كانت كتقدم واحد النشرة الأخبار الرئيسية في 9. هاد مريم سعيد تخللات في مجال الإعلام تجربة الكتابة والتحرير منذ البدايات، حتى ولات رئيسة التحرير في مجلة إلكترونية التي تعنى بأخبار المشاهير والموضة والفن. شاركت مريم سعيد بتقديم برنامج إيتي بالعربي الذي أذيع على قناة MBC الأولى منذ أول موسم سنة 2015 حتى توقف هذا البرنامج في 2017. ولكن تابعت معهم نفس القناة في برنامج تريندينج الذي بدأ عرضه منذ مطلع 2018 على MBC 1، وهو مهتم بتغطية الأخبار الفنية تماما كبرنامج إيتي بالعربي. وهنا عتبدأ الكارثة ديال مريم سعيد مني كانت خدامة في هذا البرنامج ديال تريندينغ اللي كان كيداع على MBC 1. جات عندها طليقة أو بالأحرى طليقة ديال الترك، جات لهذا البرنامج وهضرات على دنيا باطمة، وعنخليكم تسمعوا أشنو قالت.
محمد الترك في برنامج تلفزي على MBC. بالنسبة لزوج الطليقي فهي ليست طرف مهم في هذه القضية، ولا يحق لها لا شرع ولا قانون التدخل في مصير أولادي حلا ومحمد وعبد الله. وقضية الحضانة أصلا هاي بيني وبين طليقي، ولا بدي أعلق بأي تعليق لعدم أهمية الشخص في هاي القضية. الحضانة لم تكن القضية الوحيدة اللي رفعتها منى، فسبق وأن تقدمت بقضية حقوق شرعية مادية انتهت على حد قولها بإلزامه بالدفع بعد إيقافه في المطار أثناء مغادرته البحرين. هذا المقطع بالضبط اللي كانت قدمت فيه مريم سعيد منى الصبر زوجة أو طليقة محمد الترك السابقة حلا، وسمعتوا أشنو وقع والحوار اللي داز هنا. دنيا باطمة خضات عليها واحد الموقف اللي هو خايب بزاف وقالت هاد الكلام هذا. بصراحة أنا عندي عتاب كبير لمريم سعيد، يمكن ما تطرقتش لهذا الموضوع من قبل. نعاتبها علاش؟ لأنها كتكلم عليا بواحد الطريقة، كتوصل صورة ديال دنيا باطمة بطريقة غلط. يعني حتى ما كتسولنيش، ما كتهزش التليفون وتسول بنت بلادها هل فعلا هذا الشيء واقع. ومريم كانت كتقيسني بزاف، بإمكانها كانت توقف واللي حداها هو يتكلم على دنيا باطمة، كتنزل صور على دنيا باطمة بالفوتوشوب. خارج المغرب ما عندي دواسخ نكي نخمم الأدلة اللي إلا نسيتها غني لها حياتها. كل واحد عندي الكاسيطة ديال. ومن بعد كانت مريم سعيد كتسنى الرد من عند دنيا باطمة أو محمد ترك، شي واحد ينوض زعما فيهم ويقول أنني أنا بغيت نجاوب منى الصبر، ولكن لا، هما كانوا ديك الوقيته كيتعاطاو فيما بعدهم في لايف على سناب شات وعلى الانستغرام، لأنه عقلتو على الضجة اللي كانت واقعة على الوليدات والدعوة القضائية اللي كانت دايرة منى الصبر بزوجها سابقا، أو اللي وكان طليقها في ديك اللحظة، ولكن كانت كتطالب بالحقوق ديال الوليدات. واللي كان داروا مع الدنيا باطمة حاليا داروا حتى مع منى الصبر قبل. ما كيبغيش يعطي الحقوق للوليدات وكيبغيش يعطيهم الصينة ديالهم كيف ما كنقولوا احنايا بالعامية ديالنا. مهم هنا بدات المشكل ما بين مريم سعيد وما بين دنيا باطمة، وكتقول انه مريم سعيد في ديك الوقيته كيجيوها تعاليق سلبيه وكتم بالتجاهل ديالهم. من بعد مريم سعيد كانت عندها واحد التحضيرات في المده اللي كانت طلعات وهضرات فيها على دنيا باطمة. كانت عند زوج بواحد الملياردير في امريكا، الأصل ديالو من أبو ظبي. كانت كتوجد وماشي عرس أسطوري، شي حاجة كتر. كانوا الناس جايين من لوس أنجلوس، ما خلاو منين جايين الناس على قبل هاد العرس هذا. حتى من المصمم أزياء ديال داك الفستان كان أغنى واحد وأغلى واحد أجرا. ناضل هاد حمزة مون بيبي وصل تصاور ديال مريم سعيد اللي كانت خدامة عند واحد الأمير في السعودية، وكيقولوا أنه كانت عندها شي فيديوهات مخلة للأدب. أما التصاور فهما مسربين وراهم متواجدين على جوجل، ولكن أنا ما نقدرش ننزلهم احتراما لها، لأنه عادي نقول لكم أشنو وقع لها من بعد. وكذلك القضية ديال سيمو بالبشير اللي كان كيكره مريم سعيد بالرغم من أنها ما واصلة بحتى شي حاجة، وإنما قال لك هي داك المبلغ اللي كتاخد في MBC تريند ماشي هو اللي عادي يدير لها أنه دير سفريات المالديف وطونوبيلات آخر موديل ولباس آخر موديل. لا، منين كيجيو هادوك الفلوس وحنا كنعرفوها كاملين أنها هادشي على لسان ديال سيمو بالبشير الفار من العدالة حاليا. كان كيقول منين جاو هادوك الفلوس، وحنا كنعرفوها انها من عائله فقيره، وكتقول انني انا كندير اشارات، انني اعلاميه، انني خدامه هنا وخدامه هنا. وهو بقى تبعها وكيقول لا، هي عندها شي مصدر اخر
كي يعني اللي هو السبب في هاد الغنى اللي هي فيه، وبقى كيحفر حتى وصل المبتغى ديالو وجبد اسرار ديالها، وهذوك الاسرار تنزلوا في هذا الحساب ديال حمزه مون بيبي. ولمن ترسلوا للزوج ديالها اللي كانت بقات على العرس يومين فقط، ومن بعد هذاك العرس صافي ما بقاش، يعني تفرتك هذاك العرس كامل. الاب ديالها مرض خطيره بكثره الصدمه، هي كذلك، وخرجات على الانستغرام ديالها انه الاب ديالها مريض. وكان ديك الوقيته اللي فسخ الخطوبه معها الزوج اللي كانت ناويه تكمل معاه حياته، نزل خبر على صفحته بالانستغرام انها قضيه اخلاق، وناض سيمون بالبشير وفرقع الرمانة وقال انه كذا كذا. هادشي اللي عاودت لكم كامل عليها ناض عاودوا على السوشيال ميديا. وهنا كتبقى واحد العلاقة ما بين سيمو بالبشير وما بين دنيا باطمة، وهادشي اللي كشفات السلطات انهم لهم يد في هاد الحساب ديال حمزة مون بيبي، ومعاهم غلامور، ابتسام، عيشة عياش، مول الفيراري، وهاكر، وبزاف اللي هما راكم عارفين ضمن هاد العصابة. ولكن مريم سعيد ما مشاتش دارت شكاية كيف ما سمعنا في ديك الوقيته نهائيا، وانما صافي اعتزلات الاعلام وما بقاتش خدمات، غير اللي عرفناه عنها انه مرضات بمرض ديال البرص، ولا فيها مرض البرص، ويعني ودخلات في واحد الاكتئاب، وحتى الانستغرام ديالها ما بقات كتنزل فيه والو، غابت على الاعلام. لي نيميرو ديال لي تليفون كاملين بدلاتهم، ما بقى عندها حتى شي رقم، بعدات على هاد السوشيال ميديا كامله، وبعدات حتى على الناس اللي كتعرفهم، لانه كيقولوا فيديوهات مخله للاخلاق وللادب كاعلاميه مغربيه رائعه وموديل ايضا، وما كاينش اللي ما كانش كيحماق على مريم سعيد باللكنه والصوت الحنين ديالها والوقفه ديالها والكاريزما اللي عندها بعد هاد الحساب اللي دمرها. من بعد الغياب ديال مريم سعيد صافي تكشف هاد الحساب وكل شيء تعرف فيه، واللي خدا الجزاء ديالو من هاد الحساب خدا لسنة ونصف، اللي كل واحد اشنو خدا، رغم ذلك ما طالباتش بالحق ديالها، وانما مشات. ومن بعد كنسمعوا انها تزوجات وبعدات على السوشيال ميديا وولدات وليد. والجميل في الامر انها مؤخرا جات المغرب، وهي حاليا قاطنة بالسعودية أو أبو ظبي أو السعودية، ما بين أبو ظبي والسعودية، لأنه الزوج ديالها زوج خليجي، ودارت لامارك ديالها هي والأخ ديالها، وخدامة، ورجعات الحياة عندها طبيعية. لكن نتساءل هنا، اللي كيضر شي واحد واش كيتآدى من بعد؟ نعم كيتآدى، والدليل على ذلك ها هما الناس ديال الحساب اللي مشتركين في هذا الحساب ديال حمزة مون بيبي، اشنو واقع ليهم. وكما تدين وتدان، اللي كيضر شي واحد راه حتى هو كيتضرر، لانه اليد ديال سيمون بالبشير ودنيا باطمة في هذا الحساب دمروا فيه بزاف ديال الناس، وبزاف ديال المسائل اللي كانت كتير 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 كتضر في الخاطر، صراخ، غوات، اكتئاب، موت، انتحار. بزاف هاد الحساب اللي كان معروف عالميا وما خلى مدار في الأمة الإسلامية جمعاء. بالنسبة لسيمو البشير كان صديق أيضا للزوج السابق ديال سميرة سعيد، وهو اللي بقى تبعها باش يدمرها، لأنه ما حملهاش لا في الإعلام، وحتى التصريح اللي خرجت به الدنيا باطمة، هو كان أي واحد كيهدر على دنيا باطمة هو كيتكلف الموضوع هو وابتسام. أي واحد هدر على دنيا باطمة بالزوين ولا بالخيب هما كيتكلفوا بالقصة كاملة.